ايه هي حلول النحت الموضعي وامتى تكون فعالة لجسمي وتجيب نتيجة كويسة؟ السلام عليكم، معاكم دكتورة منال جلال، استشاري التغذية العلاجية. النهاردة هنناقش مع بعض حلول النحت الموضعي بأنواعها المختلفة وامتى استخدم كل حل منهم ويكون مناسب للجسم بتاعي او فعال. ناقشنا قبل كده وقلنا ان عندي حلول نحت موضعي زي الاجهزه، ودي طبعا انواعها كتيره جدا زي كافيتيشن والار اف والالترا ساوند، ودي كمان ليها ماركات كتيره ومختلفه تختلف من مركز للتاني، وفي انواع جديده مختلفه عن كده كمان. دي طبعا حضرتك بتعرفها لما تروحي مركز التغذيه علشان تعرف الاجهزه المتاحه ان انت تستخدمها، فدي مش هنتطرق ليها دلوقتي، ولكن نقول ان التوقيت المناسب لاستخدامها بيتوقف على حاله الجسم بتاعت حضرتك. يعني لو انا عندي اوفر ويت ووزني جسمي كله زايد بشكل كبير في كل الاماكن زي بعضها، فالافضل هنا ان انا اخس في الوزن الاول وبعدين ابتدي اشوف المناطق اللي فيها دهون عنيده. بعد ما جسمي يبتدي يخس في مناطق كتير بتظهر، وابتدي هنا اركز مع المناطق دي بحلول نحت موضعيه. طيب بالنسبه للبدله الاي ام اس، احنا قلنا دي الحل الثاني، ان انا استخدم بدله اي ام اس اتمرن بيها تلت ساعه بس في الاسبوع، ودي بتعادل تقريبا من 3 ل 4 ساعات تمارين، ودي ممتازه جدا لاي حد مش بيناسبه يروح الجيم، وبتأدي نتائج كويسه جدا، تشتغل على عضلات كتيره جدا في الجسم. دي ينفع ابداها مع اول يوم دايت، ما عنديش مشكله فيه خالص. نيجي للحل رقم 3 اللي هو حقن الميزوثيرابي، ودي حقن برضو نحت موضعي بستخدمها على مناطق تراكم الدهون في منطقه البطن او مناطق محدده. طيب التكنيك بتاعها بيكون عباره عن ايه؟ ان انا بحدد منطقه الدهون وابتدي اقسمها مربعات وبحقن الخلايا الدهنيه نفسها اللي في المنطقه دي، وبالتالي علشان اقدر يكون الحل ده فعال لازم يكون عندي الدهون متراكمه في مناطق معينه. يعني برضو تاني نفس الفكره بتاعت الاجهزه، ما ينفعش يبقى الجسم كله اوفر ويت واجي اقول له انا هحقن لك منطقه البطن، حتى لو كان هو بيقول انا عندي منطقه البطن فيها دهون عنيده. انا لازم الاول اجرب حلول طبيعيه، ربما الجسم ينزل بشكل طبيعي. يعني لازم الاول اعمل دايت وابتدي اشوف الجسم بينزل ازاي، ولو لقيت ان في مناطق ما بتنزلش بنفس المعدل المناطق الثانيه ابتدي احفزها سواء بالاجهزه او بالاي ام اس او بحقن الميزوثيرابي. طب الحقن دي عباره عن ايه؟ دي مواد طبيعيه، واكرر دي مواد طبيعيه مش كيميكالز، بتتحقن في الخلايا الدهنيه. بتعمل 3 حاجات. اول حاجه بتحول الدهون من الحاله الصلبه للسائله. رقم 2 بتكسر جدار الخلايا الدهنيه. رقم 3 بتصرف الدهون دي لخلايا الجسم او عن طريق الجهاز الليمفاوي علشان الجسم يبتدي يحرقها وتكون صوره سهله من صور الدهون اللي الجسم يقدر يستفيد بيها. يعني في كل الاحوال انا اقدر استخدمها من البدايه طبعا، بس مش هحس بنتيجتها بشكل كويس. الافضل ان انا امشي على روتين غذائي اخس بيه بشكل كويس، وبعد كده اشغل الحلول دي مع المناطق اللي فيها مشاكل فقط. لو عجبكم محتوى الفيديو هستأذنكم اعملوا لنا لايك وسبسكرايب في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس علشان توصلكم اشعارات بالفيديوهات الجديده ان شاء الله، واللي باذن الله تكون مفيده لحضراتكم. كمان لو محتاجين نناقش موضوع معين سيبوا لنا الموضوع في الكومنتات، او لو محتاجين نطرح حلول لمشكله معينه برضه سيبوها لنا في الكومنتات، وان شاء الله نناقشها في فيديو قريب باذن الله. اشوفكم في فيديو جديد، مع السلامه.